طيب ازاي فرخه تجيلها انفلونزا؟ يعني هل الفرخه بتعطس؟ بنعرف ازاي؟ هو طبعا الفراخ عندها الانفلونزا دي من زمان، زي ما البني ادمين من قبل 1918 الفراخ بتجيلها انفلونزا اسمها انفلونزا الطيور. والانفلونزا دي بتيجي عن طريق الطيور المهاجره. يعني مثلا ممكن يكون فيها انفلونزا في الصين، يجي الشهر الجاي يقول لك الانفلونزا دي موجوده في مصر، شكرا خلاص نقل لك الفيروس للمكان. الفيروس ده يقدر يعيش جوه الطائر لفتره، ويقدر ينتقل عن طريق الهواء، يقدر بعد كده البني ادم لو قرب منه ممكن ياخد عدوى. فانا ممكن احصن الام بالدجاج، وممكن احصن الفيروس في البيضه نفسه احقنه، وممكن احصن الكتكوت سن يوم لحد اما يخرج للانتاج بره. اما الفراخ الكبيره ديت لا، ليه محاقن بقى خاصه اوتوماتيك. انا ممكن اجيب اللقاح بحطه هنا كده، ايوه الحقنه كده على طول ما هو ماشي بيحقن الفراخ تحت الجلد او في العضل. ايوه. طب لو انا عندي نوعين من اللقاحات عايز اديهم له في نفس الوقت، همسك الفرخه مرتين؟ لا، رحنا عاملين تاني نوع من السرنجات او فياخد الشوت دبل بقى. يتحط له واحده هنا وتحط له واحده هنا.